نتشرف نحن كمغاربة، وانا يسمحوا لي المغاربة انني في هذه اللحظة القصيرة انني نتكلم باسمهم، عندما تحضر قرعة كهاته، قرعة عالمية تشابه العالم بأسره. هناك ممثلون ريال مدريد لجميع الفرق المشاركة، هناك رئيس الفيفا، هناك رئيس الكونفدرالية الإفريقية، هناك هذه الأكاديمية الجميلة وهذه الأكاديمية الرائعة التي تجعلنا نفخر بأننا مغاربة. كأس العالم تنظم بالمملكة المغربية لثالث مرة في المغرب، وهو شيء بالنسبة لبعض الناس هو في سابع المستحيلات. زعما كنقول للقائمين على تدبير الشأن الرياضي وخاصة كرة القدم والسي فوزي القجع بتوصية سيدنا الله ينصره جلالة الملك محمد السادس أن مثل هذه المسائل ما يمكن لها أن تزيد بالمغرب، ماشي غير على المستوى الرياضي ولكن على جميع المستويات. هذا من جهة. من جهة أخرى القرعة فعلا نسبيا لم تكن رحيمة بالوداد، لأننا سنواجه فريق الهلال بترسانته الكبيرة، الهلال السعودي ولاعبيه الكبار. سنواجه بعدها فريق فلامينغو البرازيلي، ولكن يبقى فريق الوداد ذو الشخصية القوية، يبقى فريق الوداد كما صرحت الآن هو الذي قاده مدربه وليد ركراكي، وهذا المدرب هو اللي توج كثالث احسن مدرب للنوادي في العالم. كلمه يمكن الا ما ركزناش مزيان ما غاديش ندركوا العمق ديالها. توج الوينرز كجمهور ديال نادي الوداد كاحسن جمهور في العالم. سنحدو حدو المنتخب الوطني باذن الله، لانه رفع السقف ديال الطموح بوصوله لنصف النهائي ديال كأس العالم في قطر. كل هذه المسائل متمنيات وكل هذا يبقى كلام، ولكن الحقيقة على الملعب. أتمنى صادقا أن نكون إن شاء الله في 10 الأيام التي سينظم فيها المغرب كأس العالم في فبراير بإذن الله. نتمنى بأننا نكونوا في نهارنا ونكونوا استعدنا ورجعنا بعض المصابين، وامام الجماهير ديالنا التواقه لا الوداديه، ولا اظن ان جميع المغاربه غيكونوا معنا باذن الله في الرباط وفي طنجه، ويكون رباط الخير باذن الله بالنسبه لكره القدم الوطنيه.